بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن المضيف سعد محمد العقي يرحب فيكم. أجل الله يعطينا السكة على 60% من المضيفون بالله. يقول فيكم هلا مرحبا بالجميع، وكلمة لمحدثكم الآن ويليها قصيدة وطنية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول ذوقات بدر في هذا الليل الطيب والمناسبة المباركة لا يسع لي إلا أن الهدوا يا أخوان الأصوات، لا يسع لي إلا أن أتقدم بفضل التهاني والتبريكات لوالد العريس الأستاذ سعد محمد الهيثمي بمراسم زواج ابنه فواز، وأسأل الله أن تقر به عينه ويجمع اخوانه وتقر عينه واحفاده به، انه سريع مجيب، وان شاء الله يكون نبوه مخاطبه. ولا نقول للباقي فارس ليلتنا هذه فهو سعد الخير الا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. ثم انني بعد ان كلفت في اداره الحفل وطلب مني المشاركه في برنامج الحفل سأتطرق إلى موضوع ذو أهمية كبيرة، ويجب في هذه الأيام أن يتطرق له كل مواطن يحمل غيرة على دينه ووطنه وولاء ولاة أمره حفظهم الله. وكل منا يساهم قدر الإمكان والمستطاع بالذوق. الصوت يا أخوان ترى فيه بث مباشر، ويجب في هذه الأيام أن يتطرق له كل مواطن يحمل غيرة على دينه ووطنه وولاة أمره حفظهم الله. وكل منا يساهم قدر الإمكان والاستطاع بالذود عن دينه ووطنه وولاة أمره. وهذا بعد ما شاهدنا وسمعنا هذه الأيام من هجوم على دولتنا وولاة أمرنا. وهذا بعد ما شاهدنا وسمعنا في هذه الأيام من هجوم على دولتنا وولاة أمرنا ومن كل حدث وصوت من أعداء الإسلام والمسلمين، ما بين مغرض وما بين من هو واضح العداوة ومن هو مغرض من أبناء جلدتنا. اسمحوا لي بدقائق بكلمة اسمحوا لي بدقائق بكلمة ما بين إشادة واقتراح للإفادة العامة يستفيد منها لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. الإشادة بعد الشكر والحمد لله رب العالمين على نعمته علينا بأن جعلنا مسلمين ومن أمة محمد، فأشيد بنعمة التوحيد وجمع الكلمة وفضل ولاة الأمر، فالواجب علينا جميعا بالشكر على فضل الله علينا، ثم فضل الإمام الموحد رحمه الله عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. فلا بد أن نستشعر بأن اجتماعاتنا هذه وفي جميع اجتماعاتنا في عموم مناسباتنا العامة والخاصة ومن يعيشه من أمن وأمان في بلدنا الغالي واستقرار، فهو من فضل الله وكرمه علينا. ثم الخيرات ما قام به الإمام الموحد الملك عبد طيب الله ثراه، فهو من فضل الله وكرمه علينا. ثم الخيرات ما قام به الإمام الموحد وما قام به أبناءه من بعده ملوك البررة الكرام الأحياء منهم والأموات، حيث حرصوا على كل الحرص على وحدة البلاد والعباد، وجمعوا قبائلنا بعد أن كانت كنا قبائل شتى.
وجمع قبائلنا بعد أن كنا قبائل شتى ونتناحر فيما بيننا حتى أصبحنا شعب واحد وقبيلة واحدة وتحت راية واحدة، راية التوحيد والملة. لهذا فإن من أوجب الواجبات لولاة أمرنا علينا أن نخصهم بالدعاء وننشر محاسنهم ونذكر فضائلهم في جميع مناسباتنا، ونشكر الله ونحمد حق حمده على ما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام والأمن والإيمان، ونحمد الله أن جعل ولاة أمرنا منا وفينا وعادلين ويحكمون الشريعة. فرحم الله الإمام الموحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فبالشكر تدوم النعم. يقول الله تعالى في محكمة التشريع: وإذ تأذن ربكم لا شكرتم لأزيدنكم. فاشكروا الله أن جعلنا من أمة التوحيد والملة ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وجعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا. ونشكر الله على أن جعلنا نعيش في أرض مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين أجمعين. ونشكر الله على أن قيض لنا الإمام الموحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وجعلنا تحت حكمه وحكمة أبنائه من بعد. عبد العزيز بن عز الدين والملة يشفيه مصاب غفران همالي وقدر على ضرب. عبد العزيز بن عز الدين والملة يشفيه مصاب غفران همالي مع 40 يوم الكون صلى كلها العهد وفردونها الغالي على النقام انتهى من جار خصم الله وهجر بصبح الظلام انتهى. جاني وياك العشق اليوم ونكسرنا وضبها على الرسالة جوهنا وشالي وشد. عندي مثل هذه العبد عندي داخل ومنها قوس تزالي باسة لو انه ضربها شافها هلا بصلاة ما رواها شعر من ثاني عاد الموازين تاريخ العرب كله وحيا من العهد عهد الناس سنبالي ومن عندها الشرع قام يسال سيف الله ذقت بعد الشريعه وين قالي عبد العزيز بن عز الدين والمله يسقيه مصاب الغفران همالي وقدر على ارض الشارع جاء ليث العروبه منجب ذيك الاشكالي يا شيخ زند الدين جد الله وشاروا على الشريعه فوق التالي قام بحر النوره ما عبد وزله ولا الشاعر ريث وعبد صايد من حال. واذكر ما اخرج الله عز وجل فما علينا الا ان نبذل الجهد فيما بيننا ونسعى لتحقيق اللحمة الوطنية فيما بيننا ولولاة أمرنا، فإن أساس مقومات اللحمة الوطنية أن نذكر فضل الموحد وأبنائه وأحفاده من بعده ونذكر محاسنهم وندعو لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. وقد قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها إلى الإمام. وقد قال عبد الصمد بن يزيد البغدادي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو إن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تحزنني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. قال: متى ما صيرتها؟ قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ ثم فسر لنا هذا وقال: ما أصلح أما صلاح العباد فإذا أمن الناس الظلم من الإمام عمروا الخرابات ونزلوا الأرض، وأما العباد فينظر إلى
قوم من أهل الجهل فيقول قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعليم القرآن وغيره، فيجمعهم في دار 50 أقل أو أكثر، ويقول الرجل لك ما يصلح وعلم هؤلاء دينهم وما يتعلق بهم. وانظر ما أخرج الله عز وجل من فيهم من يشكل فرد عليهم، ثم قال فكان صلاح العباد والبلاد فقبل ابن المبارك جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا خير. ثم ان مشتاق هذا يعلم عنه الجميع، فكم من دور تكفلت بقيادتنا الرشيده في داخل المملكه وخارجها بما يخص تعليم شرائع ديننا الحديث، وكم دور تحفيظ القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها وفي جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات وجميع الأعمار للرجال والنساء كبار السن وشباب والأرض. فنسأل الله أن لا يغير علينا ما نحن فيه من أمن وأمان واستقرار. الهدو يا أخوان احترموا كلمة، فأقترح أما الاقتراح الذي بعد الإشارة فأقترح أن نخصص جزءا بسيط من جميع برامجنا في محافلنا ومناسباتنا، وذلك للحديث عن فضل الله علينا، ثم فضل وخيرات الإمام الموحد طيب الله ثراه وأبنائه من بعده، ويكون منهج متبع ومعتمد يتربى عليه الأجيال ويتوارثون الولاء والوفاء لوطنهم وولاة أمرهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول محمد. أشكركم على حسن الإنصات والسلام، واعذروني على الإطالة. أخوكم محمد عبد الرحمن بن الهاضمي. أما الآن مع قصيدة وطنية للشاعر المعروف والمبدع بدر بن نزال الحربي، فليتفضل. دائما الغالون بالعلوم الطيبة الله يجزاك خير. الله يمسيكم بالخير ومبارك له فارس هذه الليله وبالعز الله يهديهم جميعا لنا خبر ولا كل شيء. لكن ابيات بسيطه يقول انا ما اعرف اقول بكره او بعدين، حاضر بحاضر كل كايد بسيطي، يلا عليك الزين يا راعي الزين، حنا جزلات الفرايد محيطي، افرح بمدح اهل الوفاء يحمر العين واهل القافي عليهم صديقي، مبروك يا نسل الرجاله الوفيين اهل الفعل في وقت سيفه وبضيقي. ولا بين جديد اللي بقوله من سنين قالوه ناس بالمراجل تحيط يا الكل متفقين والكل دارين ان الوفاء والطيب ساسه هو يطيب. سلام عليكم. الله وجهك نزار شارك وطننا تسيد الكلام هذا ما عليك. يأتي بعيد الوطن يقول عيد الوطن ينعاد في ظل سلمان، نعيش في ظله بخير وسلامة، عش في شموخ وحدك بمن ومام في ظل سلمان الحزم والزعامة، ولي عهده ملهم أوطان وإنسان من اسمها السرحان يرجع نعامة، إطلالة حياه والشمس سياه، مولي طموحات الشباب اهتمامه ابن الزعيم اللي للإنجاز عنوان عسى السعد دائم في كل عام. هذا السعود الحكم سنه القرآن تاريخ باقي لين يوم القيامة، حكامنا ونحبهم سر
وإعلان شعب الوطن يفخر، ومرفوع هامة 93 يا فخر الأوطان فيها التطور والسمو والفخامة، وعسى الوطن دائمه بمن وما بظل سلمان الحزم والزعامة. والله عجيب، واشكر شباب الجماعه اللي ارسلوا علي ترتيب الاخراج لمشيلات وطنيه يطلبوا مني اشيلها بالدار هذه. فيما مضى نذكر رعاة البدو العيون الغنم سفك الدماء الطبيعية على الماء والكلى حتى عزم عبد العزيز وحي راس العزم راس العزم والطلع والدرع على الخضر سلم من عم جاب العود يعز العزم والربح وعلم القلوب والكلى مرحوم يلي وحد الدولة وحكم ما ظلم تستوى السنة وزور بالكتاب المنزلة شوفوا حفيد حاضر معنا ويا الأعمال اسم شوف القيادة والهوى والصف ما فيه الخط ويوم القيامة من على الطيب اسمنا هذا التلاحم والتراحم والمقاط والقيم والشام والعدل والحسن والنجم من الحسن امتلا ما له مطية وسط الموطن ولا مطاقتهم يما يجوز الخطر ولا نزل فيها الخطر يا مكثر الاعداء والكل قام يرمي السام حنا السعوديين المحسوسين يا كفر البلاء اللي يحاول يكسر العظم القوي بالعظم قوة عزائمنا من اولنا ولا هيبه ولا هي حطينا العهد والميثاق وثقنا نعم بنقض على الخون ولا نفرط خلونا عندنا شريعتنا سماويه وقبلتنا حرم والحج في مكه ولا يمكن نحج الكربلاء والله من الوالدين نعمه وعرف وشكرا نعم والقلوب النعمه زوال الحال واعلان الجلال يا سيدي سلمان بايعناك ودنا القسم على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله يا سيدي سلمان بايعناك ودنا القسم على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله يا سيدي سلمان يا سيدي سلمان بايعناك ودنا القسم على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله يا سيدي سلمان بايعناك ودنا القسم على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله فيما مضى نذكر رعاة البلوى بايعناك ودنا القسم على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله على كتاب الله ومنهاج الرسول المرسله
الله التوفيق. ولكني أشكر الشاب غازي بركة المغويزي وغازي شبيب غزال اللي يسروا لي هذه المقاطع ويسمعوها ولطفوا الجو شيء مع كلمة مع الترحيب وبدأ الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جلي عتبت أنا النظارات اليوم مستعد لي نظارات فوق العليا ما يستطيع. يا الله عتبنا. السلام عليكم. في حالة الجوال.